نفسيتك مش هتتحسن الا اذا رجعت الشغل، صدقيني. طيب خلاص، يلا مستنيينك بكره، في جثث مستنياك عايزه تسلم عليكي. ان شاء الله بكره هاجي لكم المصلحه ان شاء الله. سي على سؤالك يا حسن. مع السلامه. ايه بتبحلقي فيا كده ليه؟ لا خاف اقول لك لحسن تطلعي فيها تلهيني. لا انت بتبحلقي فيا في ايه؟ ملاحظه يعني ان مزاجك اتعدل قوي بعد التليفون. علشان اللي زيي مفيش حاجه ممكن تخرجهم من القرف اللي هم فيه الا شغلهم. طبعا هو الشغل، هو الشغل. ايوه هو الشغل. الحمد لله على السلامة يا دكتورة. الله يسلمك يا دكتور. ازي حضرتك عاملة ايه؟ كويسة الحمد لله؟ الحمد لله. الحمد لله متشكرة جدا. الحمد ميرسي. لله. بعد اذنك. اتفضل. صباح الخير. اهلا، صباح الخير، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. انا جاي اشكرك عشان انت السبب اللي خلاني انزل من البيت. قعدة البيت دي تكئب. قولي لي اخبار معتز ايه؟ الدكتور عبد اللطيف عايزني احفظك بعدين، هروح له وبعد كده هبقى في المطبخ. طب انا هعدي عليكي. اوكي. ايوه بس انت عارف المستشفيات كلها دلوقتي مفيش ضمانات لا في المستشفيات العامه ولا الخاصه. شكرا. ايوه ما تستسلمش انت. طيب اوكي، مع السلامه. الحمد لله على السلامه يا دكتوره فاطمه. الله يسلمك يا فندم. ايه يعني مش بعاده بناخد اجازات؟ ده دلع ده ولا ايه؟ لا والله يا ريس، انت عارف ان انا ما بتدلعش، السكر كان عالي شويه. لا الف سلامه عليك. الله يسلمك. عموما يا ستي جه تقرير مستشفى المعادي، المريض اللي هناك مات والنيابه امرت بالتشريح. بص هتوصل امتى؟ بكره ان شاء الله، بس من فضلك عايز التقرير باسرع وقت ممكن. انا يا الاثنين حاضر، بعد اذنك. اتفضلي. تصور ان معتز عارف ان انا تعبت بعد اللي حصل. ما كلمنيش في التليفون، ما جاش، ما سالش عليا خالص. عمري ما كنت اتصور ان قلبه هيبقى جامد عليا قوي كده. ده تأثير عادل مش كده؟ يعني مش للدرجه دي، معتز يعني ما كانش ملاك. انا شايفاه ملاك. ما تبالغيش يا فاطمه. انت عارف، انا اي حاجه حققتها في حياتي سواء في شغلي او في حياتي خارج الشغل ده، لو كنت حققت حاجه حققتها علشان هو موجود في حياتي. يعني انت بالنسبه لك مش سمر والندى دولت اهم حاجه عندك؟ طيب يبقى انا بقى مش مجنونه. انا معتز اهم انجاز في حياتي، هو حياتي بعينها. والله ان امك دي صعبانه عليا قوي. هو انا اللي مشيت بمزاجي؟ ما هي اللي طردتني. بس انت ما صدقت برضه. والله ابدا، بس انا حاسس الوضع اللي احنا فيه ده هو اللي هيخليها تعترف بوجود بابا في حياتي. ما مش معقول يبقى عندي اب وتحسسني ان انا يتيم. يا ابني ما ترجع وكلمها بصراحه وخلاص. اكلم ايه يا ماما؟ دي بتسمع ولا حاجه؟ ده اي حاجه ليها علاقه ببابا بتسد ودانها على طول. انا شايف انك ترجع وتشيلك من الافلام اللي انت فيها دي. انت مش فاهم حاجه. اتفضلوا حضراتكم.
هادي بيه، انا متهيألي عرفت مين اللي قتل نرجس بتاع دار السلام. ايوه انا اللي قتلتها يا باشا، هي اللي خلتني اعمل كده. انا كنت بحبها وكنت عايزه اتجوزها، بس هي كانت بتبعدني عنها قوي يا باشا. ولما فتحتها في موضوع الجواز بعد ما سابت ضية صدتني وهزقتني يا باشا، وخلتني مسخة في سوق الرجالة. بس أنا ما يأستش، رحت لها تاني وكلمتها تاني وتالت ورابع، بس هي كانت معندة قوي. وايه اللي حصل ليله الحادث؟ ليلتها أنا كنت معدية في القاهرة الجديدة. بعد ما خلصنا شغل رحنا أكلنا وبعدين روحت. فضت وأنا ماشي على خميس الغفير يا باشا. شربنا مع بعض حجرين وكنت مش قادر أبطل تفكير فيها. الشيطان لعب براسي، قمت رايح لها البيت. ما كنتش عارف يا باشا أنا هعمل إيه. قلت أحاول أحنن قلبها عليا. خبطت على الباب بشويش علشان ما صحيش امها وابنها. ولما محدش رد كنت هروح، بس فجأة لقيتها بتسأل مين ورا الباب. قلت لها أنا كرم يا ست نرجس، أنا جاي جايب لك حاجة مهمة من ضية. استغربت في الأول وما رضيتش تفتح الباب. قلت لها إني جايب لها الدهب اللي هي رجعته له لما خلعته، وإنه ندمان علشان كان بيضربها وعايزها تسامحه. في الأول ما كنتش مصدق إن الحكاية هتخيل عليها بالسرعة دي. فتحت الباب، فتحته متوارب يا باشا. قمت زايق الباب وداخل عليها. جريت مني وهي بتصوت على أوضة النوم. حاولت تقفل الباب، زقيته. حاولت اعتدي عليها، بس هي فلتت مني. جريت وراها وشدتها من شعرها وخبطتها في الحيطة. اغمى عليها يا باشا. كنت متغاظ قوي. جرجرتها وربطتها في كرسي. وعملت وصلة من مكنة الخياطة وربطتها بالسلك. وفضلت أكهرب فيها. كنت عايزها تتعذب زي ما عذبتني. في الآخر خنقتها بإيديا، وارتحت يا باشا. عذبتها وقتلتها زي ما كانت هي بتعذبني. أنا كنت بحبها يا باشا، كنت بحبها قوي يا باشا، وكنت عايز اتجوزها، بس هي استخسرت نفسها فيا يا باشا. دي الحلاوة دي، 3 مستشفيات و5 دكاترة خليتهم ياخدوا أجهزة من عندنا. ده ايه الشغل الجامد ده؟ ايه رأيك؟ بصراحة ما كنتش متوقع انك هتفهم الشغل بالسرعة دي. الله، ده انت واثق فيا قوي.